السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بفيديو جديد من على قناة الوصال. لو بتحب الروقان ونفسك تقعد في قعدة نظيفة وتكون عيلتك حاسة فيها بالخصوصية، يبقى أكيد مفيش قدامك غير اختيار واحد. والنهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن الاختيار ده، ولكن قبل ما نتكلم عنه عايزة أقول لك حاجة مهمة. لو بتحب جمصة ونفسك تعرف كل حاجة عنها، يبقى مفيش قدامك غير طريقتين. الطريقة الأولى قناة الوصال على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك، والطريقة الثانية هو جروب فهم في جمصة آلاء، إن من خلالها تقدر تسأل أي حاجة عايز تسألها وهتلاقي الجواب. ولكن قبل ما نبدأ، أنا وصلت طارق وجاية مكان طارق جمعة، ويلا بينا نبدأ. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا بشكر وصال على انها ساعدتني بالفيديو ده، وبشكر اكيد اداره المكان اللي سمحت لنا بالتصوير. شاطئ زاهيه بالمنصوره الجديده واحد من الشواطئ اللي بتتمتع بخصوصيه كبيره. طيب دخوله او تذكره الدخول بكام؟ تذكره الدخول ب 150 جنيه للفرد و450 للاسره المكونه من 4 افراد، او لو انتوا 4 افراد تقدروا تدخلوا الشاطئ ده ب 450 جنيه بس. طبعا المكان فيه خصوصيه كبيره زي ما قلت لحضراتكم، وهو مش بعيد جدا عن جمصه، بنتكلم في 7 دقائق من جمصه. كمان في كل المميزات اللي ممكن حضراتكم تستمتعوا بيها. فواحد يقول لي انا هدفع 150 جنيه كتير، لا، اعرف الاول الموجود داخل المكان من امكانيات، وال 150 نظير ايه علشان تقدر تستمتع. مبدئيا كده يا جماعه، ممنوع اصطحاب الحيوانات الاليفه داخل المكان او داخل الشاطئ. كمان السباحه لازم تكون من خلال لبس السباحه، ما ينفعش خالص ان انت تلبس ملابس مثلا قطنيه وتنزل حمام السباحه. طبعا هنتكلم على حمام السباحه وكل الحاجات الموجوده. المتعلقات الشخصيه طبعا اكيد دي من مسؤوليتك انت وتحافظ عليها، لانه للاسف المكان ما فيش فيه كاميرات، فبالتالي مهم جدا ان انت تحافظ على حاجاتك. ولكن عايز اقول لكم ان في رجال امن وكل الحاجات موجوده، وده هنشرحه في الفيديو. لكن هو واحد زاهيه، يعني واحد من الشواطئ اللي فيها خصوصيه، وتقدر كمان تعمل فيه سيشن او تقدر تعمل فيه مجموعه صور كويسه جدا، لانه في اكتر من حاجه جميله وحاجات تقدر تستمتع بيها داخل شاطئ زاهيه. طبعا المكان اللي انتم بتشوفوه ده او المكان اللي قدام حضراتكم الكشاك دي، هي مكان عباره عن الخدمات بقى اللي هتاخدها داخل الشاطئ. وعلى طول نروح واحده واحده مع حضراتكم. والبدايه مع الحمامات. طبعا دي دش تقدر تستخدمه ببلاش. كمان المكان اللي قدام حضراتكم ده مكان تقدر تغير فيه لبسك بعد البحر او قبل البحر، يعني لو انت جاي ما معكش مش جاهز يعني لبس البحر، تقدر في المكان ده ان انت تغير هدومك، وده برضه ببلاش من ضمن الفلوس اللي حضرتك دفعتها. ده حمامات موجوده في المكان وبرضه مجاني، حمام رجالي وحمام للسيدات. طيب نيجي بقى للالعاب اللي خاصه بالاطفال. الطفل بتلاقي عندك المرجحه، بتلاقي عندك مجموعه العاب يقدر الطفل وكمان الكبار يستمتعوا بيها. مثلا الاطفال عندكم لعبتين عباره عن الزحليقه اللي حضراتكم شايفينها دي، الاطفال طبعا مبسوطه بيها. وكمان اللعبه دي اللي هي عباره عن اكتر من منافسه، ان انت المفروض بتعمل حاجه يعني وتلعب في اللعبه دي. وكل ده طبعا ببلاش، يعني انت مش بتدفع حاجه، لانك اصلا دفعت التذكره اللي هي 150 جنيه شامله كل ده. سواء كنت كبير في السن او صغير في السن، تقدر تستخدم الالعاب دي بمزاجك خالص، وتقدر ان انت تستمتع بيها داخل شاطئ زاهيه. طبعا ده موجود دي جي كامل في المنطقه. ونيجي بقى للنقطه الاهم في شاطئ زاهيه، الا وهي حمام السباحه اللي حضراتكم هتشوفوه. طيب هل بفلوس؟ لا مش بفلوس. ال 150 جنيه اللي حضرتك دفعتها اللي هي التذكره كمان شامله حمام السباحه، يعني انت بتعمل كل حاجه داخل شاطئ زاهيه بال 150 جنيه اللي انت دفعتها. طبعا القعده عليه محترمه جدا، العمق تقريبا من 1.5 متر لمترين، ولكن في مكان مخصص للاطفال هو المكان الابيض فازرق اللي حضراتكم شايفينه ده، وموجود منه قطعتين. طبعا الحمام على البحر على طول، فبالتالي القعده رايقه جدا لانك قاعد على البحر مستمتع بكل حاجه داخل شاطئ زاهيه. نيجي بقى للعلامات البيضاء دي. العلامات البيضاء دي
او الزرقاء في الابيض دي هي المنطقه المخصصه للاطفال داخل حمام السباحه، ويقدر طفل 3 سنين 2 سنين وهكذا يلعب في المنطقه دي على عكس المنطقه الغويطه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم القعده جميله جدا داخل الشط او داخل يعني حمام السباحه، خصوصا ان انت على البحر وهو البحر واصل لك في حمام السباحه، والقعده فعلا مهمه جدا او جميله جدا ان انت تستمتع بيها وان انت تجربها داخل شاطئ زاهيه. زي ما قلت لحضراتكم اللبس لازم يكون لبس سباحه، لانه ممنوع التواجد يعني بالهدوم اللي هي القطنيه. طيب عايز اكلمكم كمان عن الاكل، ممنوع الاكل يا جماعه او المشاريب لان جوه مطاعم وهنتكلم عنها وعن الاماكن الموجوده. طيب نيجي بقى للقعدات. القعدات في زاهيه في اكتر من قعده زي الشезлونج وزي الشمسيه والكرسي، ولكن في مركب زي ما انتم شايفين على يعني كرسي على هيئه مركب على البحر على طول، بجانب بقى الشезлونج والكراسي البلاستيكيه والكراسي القطنيه وكل الكراسي الجميله اللي موجوده جوه. كمان الشезлونج زي ما انتم شايفين كل ده مدفوع، يعني اللي حضرتك بتتفرج عليه ده كله مدفوع من ضمن ال 150 جنيه اللي حضرتك دفعتها. بالاضافه الى السرير اللي حضرتك شايفه زي ما انت شايف، وصار قاعده ومزاجها رايق طبعا اكيد لان قاعده على البحر، واكيد كتير من حضراتكم دلوقتي بيقولوا يا ريتنا كنا مكانها، فهات ان شاء الله تشرفونا في شاطئ زاهيه باذن الله. كمان بقى البرجيله اللي حضراتكم شايفينها، البرجيله دي تستوعب عدد كبير من الافراد يقدروا ان هم يقعدوا تحت منها عادي ويقضوا اليوم الجميل، لان هي على البحر على طول مباشره، مفيش فاصله ما بينها وما بين البحر. بجانب بقى السرير اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو السرير المرجحه او ايا كان اسمه موجود برضه، يعني يمكن مش عدده كبير على الشاطئ ولكن في النهايه برضه هو محترم وموجود تقدر تستمتع بيه. نيجي بقى للاكل والشرب، اكيد مؤمن او مشويات مؤمن من المطاعم الموجوده في جمصة الكبيره، لها فرع هناك في الشاطئ. لانوس اللي كان موجود من زمان، ولافي بقى لافي المطعم او الكافيه الكبير المعروف في المكان، بجانب بقى ملعب كرة قدم وكمان ملعب للطايرة، بجانب وجود 2 من رجال الانقاذ لحماية حضراتكم، او يعني طبعا الحامي هو ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هم موجودين بشكل دائم في المنطقة او في الشاطئ علشان لو لا قدر الله حصل اي حاجة يكونوا موجودين في خدمة حضراتكم، وان شاء الله يكون مصر سعيد على حضراتكم. وفي نقطة مهمة بجانب طبعا وجود رجال الانقاذ، الا وهي وجود رجال الامن سيفتي ستار. سيفتي ستار هي شركة امن موجود منها الرجال اللي حضراتكم شايفينها دول تابع شاطئ زاهية في خدمة حضراتكم، وعلشان خاطر لو في اي حاجة حصلت داخل الشط يكونوا موجودين بشكل دوري ويحموا حضراتكم او يكونوا معاونين لحضراتكم داخل الشط. زي ما قلت لحضراتكم المكان فيه خصوصيه كبيره، سواء كنا رجاله او ستات، حقيقي هتستمتع في المكان. انا شخصيا جربته قبل كده وعارف هو قد ايه جميل. طبعا ده المكان واسع زي ما حضراتكم شايفينه وكبير، زي ما قلت الدخول ب 150 جنيه في زاهيه، والعائله ب 450 جنيه 4 افراد تقريبا. زاهيه ان شاء الله يكون واحد من ضمن الاختيارات المهمه. خدوا بقى النقطه دي كمان، انه زاهيه موفر لحضرتك باركينج او مكان تتواجد فيه العربيه بتاعتك او الاتوبيس لو انتوا رحله. ان شاء الله تشرفونا في صيف 23 داخل زاهيه. وده فيديو النهارده في شاطئ زاهيه في المنصوره الجديده، واحد من افضل الشواطئ من حيث الخصوصيه، فان شاء الله تيجوا هنا وتستمتعوا زي ما انا استمتعت. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.